جاءت أسئلة فيها الكلام عن بعضهم، وأنهم ذكروا أنه لا يصح حديث في تحريم الغناء، وأن الموسيقى محل خلاف بين أهل العلم في تحريمها. هذا القول نقبله بشرط واحد إذا كنا سنقبله، ذلكم الشرط أن يكون هذا القائل محدثا عالما بالحديث وطرائق ثبوته، فإذا كان محدثا قبلنا قوله لا يصح في هذا الباب حديث. ما إذا كان محدثا، فالمحدث ما يدخل مع المحدثين. والحديث أصله حديث هشام بن عمار في صحيح البخاري، وقال فيه البخاري وقال هشام بن عمار، وهشام بن عمار هو شيخ البخاري، خطيب جامع دمشق وإمامه، ومن شيوخ البخاري الكبار. وهذه الصيغة أولا يجب أن تعلموا أن أهل العلم بالحديث لم يتفقوا على أنها معلقة، وقد حكى ذلك الخلاف الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله. أهل الحديث لم يتفقوا على أن هذا الحديث معلق. الآن لا يذكرونه في كثير من الأحيان إلا يقول لك هذا معلق معلق معلق. هات الإجماع أولا على أنه معلق، وبعدين فأهل الحديث أنفسهم اختلفوا في هذه الصيغة عند البخاري خاصة على أن هذا معلق، فطائفة منهم ذهبوا إلى أنه معلق، وطائفة أخرى ذهبوا إلى أن هذا ليس بمعلق. فهشام بن عمار شيخ البخاري، والبخاري رحمه الله قد قال عنه وقال هشام بن عمار، وإذا كان شيخه وقال عنه هذا فهذا محمول على الاتصال، لأن هذا شيخه. والبخاري ما هو مدلس. هل البخاري مدلس؟ ما هو مدلس. فلو كان مدلسا اشترطنا أن يقول أن يقول حدثنا هشام بن عمار، فحمل على الاتصال. هذه واحدة. الثانية، لو فرضنا أنه معلق، تمام، قد وصله أبو داود بإسناد صحيح، حديث ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير الخمر والمعازف. هذا هو الحديث المشهور. فهذا الحديث على أسوأ التنزل، في حالات التنزل أسوأ الحالات سلمنا لكم أنه في البخاري معلق. المعلقات على 3 أقسام، منها ما جاء وصله من المعلق نفسه في موضع آخر في صحيح في كتابه، ومنها ما وصله غيره، ومنها ما لم نجد له وصلا. طيب، هذا الحديث البخاري رحمه الله في معلقاته أشياء وصلها في مواضع أخرى، يعلقه في موضع في باب أو في كتاب،
وربما جاء به موصولا في باب أو كتاب آخر، وأحيانا في الباب نفسه في الكتاب نفسه، بينما هذا الحديث لم نجده فيه، إذا سلمنا لكم أنه معلق لم نجده في موضع آخر، لكن وجدناه عند أبي داود بإسناد صحيح متصل. فهل الصحيح انحصر في البخاري؟ هذا هو. إذن ومنه جاء قول الجعفي أحفظ منه 10,000 10,000 كم؟ 100,000. فهذا الصحيح الجامع، جامع البخاري هو الجامع المسند الصحيح المتصل مختصر، فما كل حديث صحيح وضعه فيه، ولكن اختصره للناس. فإذا هذه الأحاديث الصحيحة عند غيره إما أن تكون على شرطه ومع مسلم، هذا أعلى شيء، فنعلم حينئذ علم اليقين أنه ما ترك على شرطهما ما هو غير موجود في كتابهما كثير، أو يكون على شرط البخاري، أو يكون في البخاري، إما أن يكون مخرج عند البخاري ومسلم، وإما يكون في البخاري، وإما أن يكون في مسلم، وإما أن يكون على شرط البخاري، وإما أن يكون على شرط مسلم، وإما أن يكون صحيحا لكن على شرط غيرهما. هذا الحديث في غاية الصحة في سنن أبي داود، متصل الإسناد صحيح الإسناد. فلو كان هذا القائل يعرف العلم لما قال هذا القول. هذا واحد. ثانيا، لا تحسبوه شرا بل هو خير، هذا من فضل الله على أهل العلم ليتميزوا عن أهل الجهل. فأهل الجهل يخبطون خبط عشواء ويركبون متن عمياء، وأما أهل العلم فلا يقولون إلا بدليل. أهل العلم أبعد الناس عن الجرأة على الله، وأخوف الناس من الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما أهل الجهل فأجرأ الناس على الله، وأكثرهم جرأة في القول على الله بلا علم، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا القول قول مردود على قائله، وقد ألفت المؤلفات في هذا الباب، ومن أحسن ما ألف في هذه الأعصار، هذا العصر المعاصر كتابان. الأول لشيخنا الشيخ العلامة أحمد النجمي رحمه الله، وتكلم فيه على هذا الحديث بالذات، وهو تنزيه الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة. الثاني متأخر، وهو كتاب الشيخ ناصر الدين الألباني محدث هذا العصر رحمه الله، حيث طبع مؤخرا، وفيه الرد على ابن حزم ومن شايعه في تضعيف هذا الحديث وجمع طرقه وبيان أنه حديث صحيح. وإذا كان كذلك فأنت إذا أردت أن تبني عمارة تذهب لمكتب تخطيط هندسي ولا تروح النجار ولا لحام؟ أنا أسألكم، تذهب راعي اختصاص، هو اللي يبني لك بيت حتى يكون البيت قائم على أساس صحيح ثابت. أما هؤلاء غير أهل اختصاص، فهذه المسألة مثلها تمثيل بس تقريب. فالتصحيح والتضعيف والأحكام الشرعية تؤخذ عن العلماء لا عن الجهلاء ولا عن أهل التخبيطات والأهواء. وصلى الله على نبينا محمد. نعم.